بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايب قلبي دي التجهيزات برضو اللي هي ما قبل الفرح. علشان ده اكل بتاعنا كان يعني العروسة ودت المطبخ. احنا عندنا كده عادات لما المطبخ بيروح بيجوا يستفوا بقى. ناس اللي بيجوا يستفوا بنعمل لهم اكل. دي عادات عندنا يا حبايبي. فده الاكل الغدا بتاع نعمل غدا للضيوف اللي هم بيستفوا المطبخ. عقبال عندكم كلكم يا حبايبي وتفرحوا وتتهنوا يا رب. ده طبعا احنا حاطين حلة صلصة كبيرة على النار بتتسبك علشان هنعمل منها الاكل تبقى جاهزة يعني معانا اسرع. طبعا احنا في الاول الفيديو احنا شفنا المحشي. ده ملك الاكلات، يعني هو ده الموجود في اي اكل، لازم المحشي يا جماعة. طبعا احنا هنا هنصفر البصل علشان هنعمل لوبيا خضراء. دي طريقتنا في اللوبيا يا حبايبي. بعمل ايه؟ بخرط البصله الاول بخرطها وبعدين بصفرها كده اخلي لونها ذهبي ادبلها. وهنزل بالصلصه بتاعتنا، الصلصه متسبكه. طبعا اللوبيا كانت متفرزه، ادت لها غلوه كده بميه سخنه. يعني ايه؟ عشان الحاجه لما بتكون متفرزه طعمها بيتغير في الاكل. تمام. كده حطيت الصلصه. هنزل بقى باللوبيا الخضراء عليها. اللوبيا الخضراء انا بحط لها توم يا جماعه، بعمل توم ناشف بدقه وبحطه عليها. انا يعني من عشاق اللوبيا بالتوم. وجربوها وان شاء الله هتعجبكم. هننزل باللوبيا اهي في التسبيكه اللي احنا عملناها، وهنحط لها نظبط الحاجات بتاعتها وهنسيبها على النار تستوي. زي ما انا قلت هنحط التوم والبهارات، معلقه بهارات. ده التوم احنا عاملينه دقينه بالبهارات. وهنحط لها الملح. وطبعا ما ننساش ربع معلقه سكر، عشان احنا حاطين على الصلصه كلها سكر، معلقه سكر كبيره على حله الصلصه ديت. فالصلصه خلاص كده جاهزه، يعني بناخد منها على طول ونظبط. كده خلاص هنغطي عليها بقى ونركنها نسيبها تستوي على جنب. دي اول حله معانا. طبعا احنا مقشرين هنا معانا الخلطه دي، هناخد منها اتنين. يعني هنعمل الكفته الاقتصاديه وهنعمل خدنا منها شويه اهو لتتبيله الفراخ، الفلفل والبصل والثوم. ده لتتبيله الفراخ. احنا عشان الفراخ تنجز معانا حطيناها على النار حوالي 10 دقايق. الاول نشفناها على النار 10 دقايق وجهزت الخلطه وهكمل سواها جوه الفرن. ممكن تعمليها من الاول في الفرن. دي معلقه سكر اهي في الخلطه. حطينا كده بصلتين 3 كبار وكم قرن فلفل وشويه توم حلوين. ودي معلقه احنا بنقول عندنا اللي هو الملح المبهر او دقه. وبعدين هنحط كبشتين صلصة. لو انت ما فيش عندك صلصة ممكن تحط طماطم، بس احنا طبعا عاملين صلصة فهحط من الصلصة احسن يعني، او اسرع وتنجز. وبعدين هتبقى مخلية الخلطة بتاعتنا حمرة شوية. معانا هنا هو شوية خضرة ودول هنفرمهم في الخلاط. هنحط كبشة طبعا احنا نشفنا الفراخ زي ما انا قلت، خدت لها حوالي 10 دقايق على النار. لما كده نشفت هناخد برضو كبشة من الشوربة بتاعتها اللي نزلت منها عشان تمشي الخلاط معانا. خلاص هنفرمها بقى. اهي انا كده فرمناها. زودت انا كمان كرنيب صلصة. وهنزل بالفراخ يعني اخليها كده تشبع من الخلطة دي. وبعدين هرصها عندي في الصاجة وادخلها الفرن هتكمل سواه. هي كده يا جماعة واخدة حوالي ربع تسوية بس، واخدة ربع تسوية. هكمل ال3/4 في الفرن. انت ممكن تكملي زي ما انا بقول تعملي التسوية كاملة من الاول خالص في الفرن، الاحسن ليكي يعني. وبعدين احنا هنا كده اهو هنغطس الفراخ بتاعتنا زي ما انا قلت في الخلطة بتاعتنا علشان هندخلها الفرن. دي طريقة اسرع للفراخ يا جماعة. احنا كده خلاص، احنا يعتبر كده عملنا الفراخ جهزناها. هندخلها الفرن. كان طعمها جميل جدا جدا جدا. والخلطة دي يا جماعة بتدي طعم جميل جدا للفراخ. ممكن زي ما انا قلت ما تسلقوش الفراخ خالص ولا تحطها على النار، تعمليها طرية وتحط الخلطة دي وتدخليها. كده هنشتغل في الكفتة. الكفتة زي ما انا قلت احنا كنا عاملين الخلطة بتاعتنا يعني حاطين بطاطس وبصل وفلفل وتوم وخضرة. طبعا بنفرمهم كويس معانا في الكبة. معانا هنا اهو 2 ده كيسين خلطة الكفتة بتخلي طعم الكفتة جميل جدا يا جماعة. بنحطهم وهنعجنهم. وطبعا هحط لها كمان معلقة كمون. ده كمون على فلفل اسود على كزبرة ناشفة مفرومين على بعض، بهارات على بعضها يعني. وهحط كمان 3 بيضات. البيض ليه مرحيم البيض عشان يخلي قلب الكفتة
طري كده، ما تبقاش الكفته مكتومه يا حبايبي. انا ما بحطش البيض. يعني في ناس بتحط تصبع الكفته وبعدين تطلعها في البيض وبعدين البقسماط، لا الاحسن، دي احسن طريقه، بتخلي الكفته من جوه خفيفه وبتخليها هشه من جوه، ما بتبقاش مكتومه. تكسري البيض على العجينه بتاعت الكفته وبتعجنها. دي طريقه حلوه قوي 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 للكفته، وهتعجب ولادك، وكمان كفته اقتصاديه وموفره وبتبقى جميل. بتعجنيها لحد ما الانسجه بتاعتك تتدخل في بعضها، علشان اللحمه لما تيجي تحمريها ما تكشش معاكي او تفتح معاكي. يعني انزل فيها عجن بقى، عجن عجنها لحد ما خالص تتعجن خالص. وبعدين جبت صينيه حطينا عليها البقسماط بتاعتنا، هنفردها علشان هنصبع الكفته وهنرصها على الصينيه. الكفته دي ما يعني بتتصبع وتحمري على طول، مش لازم تحطيها في التلاجة. عايزه تحطيها في التلاجة حطيها، بس عشان احنا الوقت معانا طبعا في اكل كتير وفي معازيم عندنا، في ضيوف، في ناس معزومين. المفروض يا حبايب قلبي طبعا دول المفروض ضيوف موجودين، يعني على الساعة 2 الظهر الاكل بيكون خالص، لان طبعا احنا بنقدم الغدا. كده هنصبع الكفتة ونحطها في البقسماط، هنلفها في البقسماط. دي الخطوات والمراحل اللي انا جايبه لكم الحاجات اهي، سبتها لكم بالتفصيل، ما رضيتش اسرعه. بنلف الكفته بعد ما بتتعجن كويس في الخلطه، ما بتسيبهاش في التلاجة ولا حاجه زي ما انا قلت. وبعدين هتلفيها في البقسماط، بنكون حاطين حاجه على النار فيها زيت، يعني يسخن، الزيت بيكون سخن جدا، وبتنزلي بتتحمر على طول عشان ما تفتحش معانا. مجهزين في نفس الوقت الحله عشان هنحمر الكفته، وهنطلع من الزيت هنحط في الحله. بتحط كده في الارضيه بتاعت الحله طماطم على فلفل على بصل زي ما انت حابه يعني. دي بتبقى الفرشه بتاعت الحله تحت الكفته. اهو الزيت اهو معانا زيت غزير، يعني شويه زيت كده حلوين محترمين في الطاسه عشان الكفته ما تفتحش معانا. اول ما بتبدا تاخد لون بتقلبيها على طول، عشان زي ما انا قلت لان الكفته دي ما تفتحش معانا. يعني كده حمرناها وخلصناها كلها بنفس الطريقه. برضو زي ما حطيتي في الفرشه بتاعت الارضيه بتاعت الحله، بتحطي على الوش طماطم وفلفل طرنشات، وحطيت هنا انا كرنيب صلصه كمان معاه وشويه خضره. وهسيبها على النار، على نار هاديه 10 دقايق يا جماعه. لو انت مش عايزه تحطي صلصه ممكن تحطي كرنيب شوربه وتحطيها على النار، يعني ايه، بتاخد ترديد تاني على النار 10 دقايق. هنا اللوبيا معانا هي خلاص كانت استوت، احنا كده هنطفي عليها. وعملنا الرز بشعريه اهو، يعني عشان اللوبيا كده يا حبايب قلبي. الفراخ وهي في الفرن، انا جبت لكم وهي في الفرن، وجبتها لكم وهي طالعه يعني بعد ما استوت واتحمرت يعني على طول. الوقت الفراخ دي بنعمل ايه بقى؟ بتجهزي صينيه او حله او حاجه وفيها شويه خضره، وبتطلعي بترصي فيها وبتغطي عليها عشان تفضل سخنه. تمام. طبعا الفراخ بعد ما خدت اللون من على الوش بتاعها من فوق، بتقلبيها عشان تاخد الوش التاني، وش التحمير من ناحيتين. هنرصها كده ونرش عليها شويه خضره ونغطي عليها عشان تفضل الفراخ سخنه معانا. خلاص احنا كده يا جماعه، خلاص يعني احنا هعمل الرز البسمتي بقى، علشان خلاص احنا كده الرز البسمتي كان اخر حاجه بتطبخ على النار، علشان بعدها الغرز. هو بياخدش وقت يعني. طبعا بتخرطي كده بصلتين حلوين محترمين، وبتبشري عليهم جزرتين، 2 3 لومي، وحدتين قرفة عود، ورقتين لورا، بتمسكوهم كده تشوحيهم. وبرضه بنحط مكعبين 3 مرق، والمعلقة كبيرة كركم اللي هو اللون يعني، او خلطة اللي هي خلطة الكبسة، او معلقة كركم، او لو عندك بودرة زعفران بتحط معلقة بودرة زعفران. خلاص كده مرقة الدجاج اهي، هفرم مكعبين مرقة دجاج بتطعمها، وبتبقى يعني ايه، بتبقى طعم الرز حلو. علشان انا ما عنديش مرق، لان احنا عاملين الفراخ ناشفة فما عنديش مرقة. بس الخلطة اللي بتطلع بقى، البهاريز اللي بيقولوا عليها البهاريز دي اللي بتطلع من تحت الفراخ، هلمها كده في طبق وهحط منها معلقة كبيرة على الرز البسمتي، بتخلي طعمه جميل جدا جدا جدا. جربيها اهي، وجربيها وقولي لي رايك فيها، وقولي لي رايكم ايه في التعليقات. وان شاء الله ان شاء الله الاكل ده لو عملتوه بنفس الخطوات وبنفس الطريقه ان شاء الله يعجبكم. ربنا يفرحكم يا رب. انا دلوقتي المفروض انت بتحطي الرز البسمتي بتشوحيه مع البصل والحاجه، لكن انا هعمله هحط الميه الاول، واول ما الميه تغلي هنزل فيها بالرز. الطريقه دي اسرع، وبعدين عشان اللون
لما بقلب الرز بتقعدي تقلبي كتير بقى عشان اللون ياخد ايه مع الرز. لكن لا، انا عشان اللون يبقى في الميه كلها اللون موحد، فبحط الميه وبعدين سقطت الرز وحطيت الزبيب طبعا على الوش يتردد. مع الترديد يعني بتاع الرز بسم الله ما شاء الله معانا مفلفل اهو. احنا كده كنا خلاص، الجماعه كانوا خلاص، كنا يعني الساعه 2 وشويه، وكان خلاص المفروض بقى وقت غدا، فغرفنا بقى. انا حاولت يعني كده اجيب لكم ساعه الغرف. المحشي والرز بشعريه اهو، والرز ال- الاكل كان قالب البيت كله. ادي اللوبيا، وطبعا الفراخ الكفته واللوبيا والرز البسمتي ورز بشعريه ومحشي. اتمنى الاكل يعجبكم يا جماعه، وتفرحوا زينا يا رب يا رب يا رب. يا جماعه ادعوا لنا ربنا يتم علينا ان شاء الله بخير يا رب، وعقبال حبايبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله يا جماعه انا برضو كل يوم اي فيديو هقدر اصوره هصوره وانزله لكم علشان تشاركونا فرحتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.